اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير ودومكم بخير. ورجعت لكم فيديو جديد ان شاء الله الفيديو كلش راح تحبوه. قبل ما نبدا الفيديو خلونا لايك بديكم الحلوه واشتراك بالقناه كنتم ما مشتركين. طبعا اليوم واخيرا عيد ميلاد مريومه، صار عمرها سنه. الله ان شاء الله يحفظها ويخليها انه واشوفها باعلى مراتب، وان شاء الله دوم الصحه والعافيه الها. طبعا انا كلش متعلقه بمريومه، يعني هواي خاصتكم بيها. كل ما يعني انزل فيديو احكي بمريومه، ما اعرف ليش، بس كلش يعني ما ادري متعلقين بيها. مو بس انا، يعني ابوها واخواتها كلش يحبوها، فما اعرف عليه لان اجتني يعني لان جهال كبار وصارت بعد ما اعرف. فشنو صحيح انا احب الجهال بس ماكو هيك يعني كأنه ما عندي جهال. فنبات يعني حتى استحي من احكي بيها ما ادري بنفسي، فاعذروني بنات. لان انا تعرفون جهالي اصغر واحد 13 سنه، قالت لكم اني يلا صارت مريومه. فشوفون هنا خبصت الدنيا عليها، يعني اسبوعين اني اجهز بعيد ميلادها. اسبوع رحت لبغداد جديده ورحت لاهلي ورحت اخر شي صفيت على سوقني. طبعا هاي الشغلات اللي جبتها، هذا الورد والجلاد، هاي راح اسوي لها باقه ورد. طبعا كلش حلوه عليك، يلا صارت كلش حلوه. وهاي يعني هم شاشه الخشب، شوفوا راح شو اسوي بيهن. وجبت هنا وردي لان فكرت اول مره يعني اجيب لها. شايفين هاي السفرة سجازة كلش حلو، بس ما لقيت والله، بس ببغداد جديدة. فقلت اشتري بدلة، يلا ارجع. بعد رجعت ما لقيت المحل، ما اعرف يعني نسيته تيهته. فجيت السوقنا، رحت سوق اهلي. لقيت يعني بسوق اهلي بس ما عجبني. جايات هسه يعني هوسة، فاني بغداد جديدة لقيتن احلى. فقلت علي من خلنا اجيب تول وارتب بعد هي اي شي يعني تقللين يصير احلى. وشوفون هنا بنات جبت نفاخ، هم من النفاخ هنا طلع عندي قلب الحب. طبعا انا ردت مارته قلب الحب، فكلش يعني انقهرت لقيت يعني نفاخ على شكل قلب ونفاخ مديور. فهنا هم جبت لها قلاده. طبعا البنات ما قبلني يلبسها، قلت لهم مالكم علاقه، انا جبتها لها هديه والبسها. هي صحيح مال كبار فعجبني يعني البسها العفو هاي القلاده جبت. فهنا عشان جبت رقم، طبعا شايفين هسه الرقم الجاي يعني بدون شمعة، وجبت لها رقم هم يعني هسه تشوفونه بالتصوير هنا ما مبين. جبت لها هذا الطوق فطلع يعني شمعة، يعني جبت لها شمعتين. شوفون مريم هنا سوت فلشت الغراض. طبعا هاي العفو، هاي الدنابيس راح اعلق بيهن الصور. طبعا طبعت لها صور وهنا غيرت البردة، لازم يعني بردة بيضة على مود يعني تبين الصور. هنا طبعا شغلت النشرة، هنا النشرة خليتها فشنو قلت خاف النفاخ يعني يطق، ما شغلتها بعيد ميلادها العفو. هنا علقت الصور. طبعا ذني بنات شوفون ردت اسوي لها بعد، فما اعرف قالت طابعة ما يعني يطلع عنهن، ما اعرف ليش لان نسحبها من غير موبايل بعد ما اعرف. هنا من كان عمرها تقريبا هنا 40 يوم، وهاي عند بيت عمتها طقوا لها صورة ودزوا لنا اياها. وهنا هاي لها اول ضحكتهن. طبعا هاي الصور كلش حلوة محتفظة بيهن، أنا من زمان يعني طاقتهن بالموبايل ومحتفظة بيهن. فطلعتهن حبيت يعني أخليهن. شوفوا هسه يعني هذا الديكور صار كلش حلو. فهنا شنو تحسفت لما جبت هاي النشرة، شايفيها يعني تتخلى دائما يخلونها لأعياد ميلاد. ما جبتها والله، لو جايبة فضية يطلع المنظر أحلى. طبعا هسه هنا بنات جاي أقول لكم على الصور كلش خفيفات، لأن الولد قال ما عندي يعني ورق، بس هذا الورق، فأنا مستعجلة قلت له سوي لي إياهن. وهذا النفاخ بنات شوفوا هنا صار يعني شكليا يعني صار شكل. وطبعا هنا حضرنا ملابس مريومة راح نسبحها. لأن هي صار لها هواي ما مسبحتها لأن الجو بارد أخاف عليها تتمرض. وهنا حضرت الورد. شوفوا بنات هذا بهالشكل سويت الورد كلش حلو صار. وتقدرين يعني انت بكيفك تفننين ايش تخلين بيه. نساتيل تسوين هاي الشاشة الخشب هم تقدرين يعني تسوين بيها حلويات تصير كلش حلوة. إذا عندك مثل مناسبة تردين هدية توديها تطلع كلش حلوة وترتبينها بهذا الشكل. طبعا هنا رحنا لبغداد جديدة هم جبنا الكيكة المريومة ورجعنا. وهنا هم يعني جبنا ويانا شكليت. انا ما جبت لها شكليت من السوق نسيت. هنا ابو محمد خطيه راح نزل، طبعا قلت له تجيب لي لون ذهبي او احمر، بس احمر فما لقى، قال بس مشكل. بس يلا هم حلو صار يعني الوان كلش حلو. طبعا انا هم ردت اسوي النفاخ، هواي حكيت قلت طبعا مو ردت اسوي النفاخ الوان يعني يعجبني يعني. تذكرون قبل النفاخ الوان ماكو يعني هسه لونين. فقلت لا، لان هي تعرفون لبسها احمر والطبلة مالتها صارت وردية تصير هوسة. ورتبت هذا بهذا الشكل
بنات صار كلش حلو مثل ما تشوفون. بنات شوفوا يعني صار نازك شي وحلو مو هوسي. فهنا شنو جبت هم يعني ميز وخليت هذا التور الوردي والأبيض على مود تصير الألوان حلوة. فهنا شنو هسه بنات طبعا هنا مريومة نايمة ورتبت الميز بهذا الشكل. طبعا بنات هنا قلت لكم أنا مريومة نايمة، فشنو قلت خلنا أرتب الميز على راحتي وحضرة بين ما تقعد. فسويت هاي يعني الشغلات، قلت أخي شي صفيت على هاي. طبعا ما سويت هاي المرة فلونكة، كنت تعرفون كل ما أسوي يعني طبلة العفو يعني أخلي التور أسوي فلونكة. فقلت هاي صارت قديمة بعد خلنا نخليها بهذا الشكل أحلى. فخليت هذا النفاخ وبدينا نجهز. طبعا هنا قعدت مريومة صبغنا ضافيرها وبدلنا لها. وهنا مريوم بعدها ما مصحصحة ترجع تنام. وخليتها على راحتها هنا، خليتها كلش يعني لما قامت هي ولعبت يلا بدلت لها قلت خطية. هنا طبعا كنت مخليتها بالثلاجة الكيكة، حضرت الكيكة ما عندي شي بعد. طبعا الكيكة اختاريتها لون وردي، اكو هواي يعني انواع فعجبني هاي لان قلت كله وردي صار، فكسرتها بلون وردي واحمر. فما شاء الله كلش حلوة. هاي الكيكة اخذتها من الفراشة بغداد جديد. طبعا هناك هم يسوون كيكة بعجينة السكر، بس شنو البنات قلت لكم انا انخبصت يعني لا اطبع الصور من وقت لا يعني حجزت كيكة. فقلت يلا هاي هم ما بيها شي حلوة وناسكة. فبعد والله ردت اجيب لها كيكة بعجينة السكر. فبعد صارت يا ركض. وهنا بنات بدينا نرتب وهسه مريومة راح نبدللها. شوفوا مريومة هنا جاي اخليها تلعب براحتها شوف افلام كرتون. وانا هنا لبستها ورجعت نزعت ملابسها ظلت يعني تبكي وشلون يعني تضوج من البدلة من تلبس هاي يعني لبسها البدلة الحمراء كلش تضوج منها. فرجعت نزعتها وخليتها شوية تلعب يلا خشي. وهنا طفينا الشمعة وتمنيت لها أمنية وطفيتها أنا ما قبلت واحد يطفيها قلت لهم أنا خلنا أطفي لها الشمعة. فهنا خلصت الحفلة. هسه خير راح أشوفكم الكواليس سوت بينا مريومة. يلا قدرنا ناخذ لها صور. قصينا الكيكة طبعا هنا هم يعني أكلنا منها وبقت ما شاء الله هي كبيرة. هاي ثاني يوم سويت لها جلسة تصوير. فشنو خبلتني تعرفون يعني بالليل تبرد مو نفس يعني ثاني يوم. هنا حكيت طبعا هاي خبلتنا. هاي ثاني يوم لبستها هاي البدلات، لبستها بدلة ليمونية وبدلة حمراء. فسويت لها جلسة تصوير. وهنا بنات حابة أقول لكم إن شاء الله اليوم عجبكم الفيديو وتونستوا بيه. لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. طبعا بنات بقوي الفيديو شوفوا كواليس مريومة وشلون أخذنا لها صور صعوبة يعني. مع السلامة.